مالك يا حبيبتي؟ تهاني خدي، اسم الله عليك يا حبيبتي، خدي. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو نفس الحلم ونفس الساعة. اهلا يا مستر، اخبار العداله ايه؟ نفسها طولك يا حبيبي. قولي لي اخبار صاحبتنا ايه؟ مش قوي. اذا كانت القضيه صعبه للدرجه دي فاحنا بتوع القواضي بقى. برضو الحلم. مهما كانت بداية الحلم لازم كل مرة يتحول في النهاية ويوديني لكوبري الباب. وشوف الدكتور عدلي بيرمي نفسه في المية. صدقيني المسألة طبيعية جدا. الدكتور عدلي له مكانة خاصة عندك وأنا عارف، وطبيعي جدا إنك تحلمي بيه. 3 مرات في 3 ليالي ورا بعض. ثم إني بطلت علاج من 4 سنين وما شفتش دكتور عدلي من ساعتها. برضو عادي، ما أنت عارف. في الحالة دي مش ممكن. وليه لأ؟ هي دي أول مرة. أرواح ناس ماتوا بتجيلي روح بابا وبشوف روح جدتي، بس الدكتور عدلي عايش. ونعرف منين؟ الدكتور عدلي موجود وبصحة جيدة. ده بقاله 3 أيام في مؤتمر الطب النفسي في باريس. مش أي حلم تشوفيه يبقى رسالة جايالك من روح. بيبدأ حلم بشوف نفسي في أي مكان مع أي أشخاص، لكن أحداث الحلم بتتغير في كل مرة عشان توديني لنفس المكان ويحصل نفس الشيء. طب اوصفي لي حالتك بعد ما بتصحي من النوم. تعبانة جدا، عرقانة، بنهج كأني كنت بجري، ودايما في نفس الساعة 5 الصبح، ونفس الإحساس بالضغط على جسمي كله كأني شايلة حمل تقيل. عموما الدكتور عادي هيكون هنا بعد اسبوع، وهتبقى مفاجأة لما نقول له ان روحك زارت الست تهاني 3 مرات في 3 ليالي. بالشكل ده بقى الدكتور عدلي هيغير رأيه في تشخيصه لحالة تهاني.
طب دقيقة واحدة وشوف. دي حقيقة يا أستاذ صفوت، تهاني من نوع الناس اللي عندهم الاستعداد للإدراك بدون حواس، ومن ضمنها الاتصال بأرواح من عوالم تانية. بس أكيد اللي بيحصل لك ده مجرد كابوس. 3 مرات في 3 ليالي ورا بعض. ده التفسير الوحيد، لأن الدكتور عدلي ما زال في عالم الأحياء. خليني معاكي في الصورة لأي حاجة تحصل. أنا عاوزة أتابع معاكي الموضوع. متشكرين قوي يا دكتور. انا رايي من راي الدكتوره رانيا، مجرد كابوس. تصبحوا على خير يا حبيبتي. وانتي من اهله.
بتقولي حضرتك ان الجثه تحت الكوبري؟ ايوه، والحلم اللي قال كده؟ انا قلت لحضرتك انه مش حلو. شوفي حضرتك، عموما احنا ما نقدرش نعمل اي تحريات بناء على حلم شافه النهارده. قلت لحضرتك انه مش حلو. على العموم احنا هنتحرى عن الدكتور عادل فؤاد. يا ريت تدينا تليفونه او عنوانه، وبالمره تليفون اي حد من اسرتك. روح هات لي دوسيه قضيه الحاج مسؤول عشان جلسه بكره. حاضر يا استاذ. وهات لي موضوع الخناقه بتاع الواد اللي جاب الاستاذ عادل. حاضر يا استاذ. ويوصل اسم المعادي انسخ لي محضر الخلو. ما تحرك يا فيلسوف. حاضر يا استاذ. ما تنساش تفوت على المكوى تجيب لي القمصان من عنده. حاضر يا استاذ. الو. ايوه انا الاستاذ. اهلا يا اسم الساحل. تاني؟ البوليس ما بيعترفش غير بالوقائع المادية يا تهاني، والحاجات دي ملهاش غير تفسير واحد عندهم. مجنونة؟ بس أنا واثقة من إحساسي اللي جربته 1000 مرة. بيقولي إن اللي شفته له معنى. المرة دي بقى ملوش معنى، لأن الدكتور عدلي عايش وموجود زي ما قالت الدكتورة راقية. أنا هريحك. أنت تبعتي تيلكس من الأهرام على عنوان المؤتمر في باريس، تسأليهم إذا كان الدكتور عدلي موجود ولا لأ، علشان تتأكدي بنفسك. وأنا هفوت عليكي بالليل، على الأقل يكون بالك راق، وتعزميني على العشاء. ما سافرش؟ يمكن غير رأيه. كانت رأي عرفت. تعالي نتصل بيه في البيت. مالكيش دعوة بالتليفون. الو، دكتور عدلي مسافر. ايوه عنده مؤتمر في فرنسا. مين عاوزه؟ ليه ما طلبتوش في العياده؟ الحقيقة احنا اتصلنا بالعيادة أكتر من مرة بس محدش بيرد. آسف على الإزعاج. مع السلامة. بس دي أول مرة بابا يسافر من غير ما يسلم عليا. يمكن مش عايزه تاخد بالها. ما انت عارفه بابا مسافر ليه. مش عايزة أسافر فرنسا. ليه يا حبيبتي؟ ده بابا بيحبك وقلبه عليكي. مش عايزة أبعد عن بابا. كفايه كفايه تبعدي عنها هي، وتروحي تقعدي عند خالك عزت وولاده اللي بيحبوكي. بس أنا مش عايزة يا دادا. والعلاج يا حبيبتي، مش بابا قالك العلاج هناك احسن وتخفي بسرعه وتبقي زي الحصان؟ طب ولما الناس بيخفوا هناك ليه بابا ما صفرش ماما عشان تخف؟ لسه هتموت هنا في المستشفى. يا ماما صدقيني ملوش داعي. روحي انتي استريحي في سريرك. ما حبيبتي الكوابيس ما تجيش للواحد الا اذا كان نايم لوحده، مش لو كان كابوس. قولي لي يا ماما، حد فارقنا كان زي كده؟ ازاي يا بنتي؟ بيحس بالناس اللي راحوا وكأنهم عايشين معاه، وأحيانا كأني بسمعهم نامي نامي يا حبيبتي، الله يهديكي. التفكير ده هو اللي بيزود الكوابيس عليكي.
مالك حبيبتي؟ ليه يا بنتي؟ مالك حبيبتي؟ مالك؟ شايفين يا مدير؟ اسم الله عليك يا حبيبتي. حضرتك شايفه بنفسك يا دكتور. يا تهاني جايز يكون حد مسكك من دراعك وانت ناسيه. الدكتور عدلي شدني من دراعي بمنتهى العنف، كان عاوز يصحيني من النوم. يا فندم كل التحريات بتقول انه ما سافرش. ازاي احرك كل الاجهزه بناء على حلم يا استاذ؟ ممكن تكييف الطلب يا فندم باعتباره بلاغ عن وجود جثة مجهولة في هذا المكان، وأنا باعتباري محامي بقدم لسيادتك هذا الطلب. انزلوا فتشوا تاني. تحبي تستريحي؟ لا. بصوا من فضلكم، هي دي الجثة؟ انا عاوز دليل واحد بس يعفيها من المسؤوليه. يا فندم القبض على تهاني في حد ذاته محتاج إلى دليل يا سيادة النائب. موجود الجثه واعتراف تهاني نفسها. اتفضلي. مدام سوسن، هو ده جوزك الدكتور عدلي فؤاد؟ انه مجرد حلم ما يقرش اطلاقا اللي حصل. انا قلت لحضرتك كل الحقيقه. الحقيقه انك حددتي مكان الجثه وشخصيه القتيل، وحددتي كمان الطريقه اللي اتقتل بيها، وهي دي الحقيقه الوحيده في الموضوع. يا فندم التفسير العلمي متروك لشهادة الطبيب المعالج. هل سبقلك حالات مشابهه؟ مش بالشكل ده. يعني دي اول مره؟ لا، كنت بشوف بابا بيوجهني لحاجات معينه وانا صغيره، كنت بشوف جدتي برضه. مجرد احلام؟ لا مش احلام، انا بشوفهم وبحس بيهم كانهم عايشين معايا. علم النفس له تفسير في الموضوع ده. علم النفس علم النفس لحد النهارده ما قالش ازاي واحد يحدد مكان وشخصيه قتيل من غير ما يكون له صله بالموضوع. بنت حبيبتي. ماما. دكتورة راجل، مين أقرب دكتور علم نفس لفكر الدكتور عدلي؟ الدكتور حبيب شاكر. مش كل اللي وصل له عدلي انا وافقت عليه. مش مهم التفصيلات يا دكتور، المهم أساس النظرية. لسه ما بقتش نظريه، انما مجرد نوع من الادعاءات مدعمه ببعض الحالات. أخشى من تعبير ادعاءات في المحكمة يا دكتور. ورغم كل ده اتحدى اي انسان يتجاهل هذه الادعاءات او حتى ينكرها. ما خبيش عليك يا دكتور حبيب، أنت الدعامة الأساسية في دفاعي. كده موقفك هيبقى صعب، لان المحكمه هتنتدب خبير، وغالبا الخبراء دول بيكونوا من اصحاب القوالب الفكريه الشيعه، وسهل جدا الاقتناع بافكارهم. أيوة يا دكتور، بس الرأي الصادق ممكن يفوز.
ده بيعتمد على مدى ايمان الانسان بالقضيه اللي بيعرضها. دي قضيتي الخاصة يا دكتور حبيب وأنا مؤمن بيها. يفضل اقتناع الناس اللي هتسمع. أيوة يا دكتور، وعلشان كده أنا أملي فيك كبير. يا استاذ صفوت، انت بتحط على كتافي حمل كبير مش هقدر عليه. تهاني مش اول حاله تقابل الطب النفسي ويكون عندها الاستعداد الخاص للاستقبال. ممكن توضحي لي معنى الاستقبال يا دكتورة؟ دول ناس ربنا زودهم بقدره خاصه على الاتصال. دي بتعتبر حالة مرضية ولا ايه؟ حاله شاذه، عشان كده نادره. حضرتك قلتي لي انها كانت بتتعالج من الاكتئاب. هي فعلا جت العياده بحاله اكتئاب من حوالي 4 سنين، وبعدين الدكتور عدلي اكتشف فيها الاستعداد الخاص للاتصال واستقبال رسائل من عوالم تانية. طب هل يمكن لمريض الاكتئاب ان هو يرتكب عمل متطرف؟ يقتل مثلا؟ نزوع مريض الاكتئاب دايما لداخل نفسه، يعني لو قتل يقتل نفسه. والمضاعفات؟ هي دي المضاعفات الوحيده. طب يا دكتورة، تقدري تفسري لي ازاي تهاني قدرت تحدد مكان وشخصية القتيل والطريقة اللي اتقتل بيها وكل ده بمنتهى الدقة؟ يا فندم انا قلت لحضرتك اتصال برضو؟ بعض الناس عندهم الاستعداد ده. حضرتك اشتركتي في علاج تهاني؟ فعلا. ما لاحظتيش عليها اي نوع من انواع العنف؟ بالعكس. طب تهاني اشتكت من اعراض اخرى غير الاكتئاب؟ هي كانت بتشتكي من اصوات غريبه بتسمعها، وان بعض افراد اسرتها كانوا بيجوا لها في الحلم ويقولوا لها على حاجات غريبه. الحاجات دي كانت بتتحقق بعد كده. طب بقول لحضرتك يا دكتوره، هل يمكن لمريض الاكتئاب ان هو يرتكب افعال من غير اراده؟ تقصد ايه حضرتك؟ انه يمشي وهو نايم مثلا؟ لا يا فندم، دي حاله مختلفه تماما. اي دليل على وجود ادراك بدون حواس يحتاج الى اثبات. هل معنى ذلك ان القول بان انسان استقبل رساله من روح انسان اخر في اثناء النوم يعتبر هذا مجرد ادعاء؟ على الاقل بيحتاج هذا الانسان الى جهاز حسي غير عادي يساعده على الادراك بدون حواس. وضح لنا يا دكتور معنى الادراك بغير حواس لو سمحت. ببساطه شديده هي المعرفه عن طريق غير طريق حواس الانسان المعروفه، يعني عن طريق حاسه غير مرئيه، ودي طبعا خاصيه مش متوفره في كل البشر. شكرا يا دكتور. اتفضل يا استاذ. كيف يمكن تفسير هذه الظاهره ان انسان يرى حدثا في المنام، وخاصه لو كان هذا الحدث خطير، ثم يتحقق هذا الحدث في الواقع المادي؟ اعتقد التفسير ده بيرجع الى ان دماغ الشخص النائم قادر في بعض فترات النوم النشيط بترتيب المعلومات اللي سبق له الحصول عليها اثناء اليقظه. بتوضيح اكثر، الحلم في هذه الحاله يعتبر مرادف للواقع او انعكاسات للتجارب والحوادث اللي مرت بالانسان في اليقظه. هل يمكن ان يكون للحلم دلاله نبويه؟ نو ابسوليوتلي. شكرا يا دكتور. الدفاع. الحقيقه كلام الدكتور شدني، وخاصه فيما يتعلق بمساله الادراك بغير حواس وقوله انها مجرد ادعاء، لاني تذكرت مثل ورد في كتاب هيومن كايند للاستاذ بيتر فارب، وبيتكلم فيه عن السيده الانجليزيه اللي كان بيزورها بيتهوفن وبرامز في المنام وبيملوا عليها مقطوعات مسجله بالرموز الموسيقيه. والحقيقه كل علماء الموسيقى قرروا ان هذه المقطوعات لا تاتي مطلقا الا من بيتهوفن وبرامز، مع ان هذه السيده ما سبقلهاش اطلاقا تعلم الموسيقى، وان تعليمها كان يدوب لغايه المرحله الابتدائيه. وخطر ببالي اسال الدكتور عن رايه في هذا الادعاء. فعلا ده واحد من الامثله اللي وردت في بعض المؤلفات. اذا بعض علماء النفس ايدوا هذه الظاهره. هذه الظواهر بتخرق القواعد العلميه المعروفه. يا دكتور انا اسالك سؤال محدد على قدر المامي المتواضع بظاهره الخوارق. هل بعض علماء النفس ايدوا هذه الظاهره؟ نعم. شكرا يا دكتور. لو سمحت لي سيادتك، ممكن ناخد راي الدكتور حبيب شاكر؟ اتفضل يا دكتور. دكتور حبيب، انت الغني عن التعريف في مجال دراسه علم الخوارق. ما قولك في الادراك بدون حواس؟ رايي انه لا يجب الاعتماد اعتمادا كليا على الحواس لفهم انفسنا والعالم الخارجي. سيادتك سمعتني وانا بذكر قصه السيده الانجليزيه. طبعا ده مثل شائع ورد في معظم المؤلفات اللي تناولت هذا الموضوع، لكن انا شخصيا احب اضيف حاله فلاح مصري كان بيعمل ناظر زراعه. تابعت حالته انا والدكتور عدلي في احد المصحات النفسيه. فوجئنا بيه في يوم بيقول ان روح راجل اسمه اينشتاين، وذكر اسمه بهذه الكيفيه، اينشتاين.
بتملي عليه بعض العبارات الغريبة، فطلبنا منه كتابة هذه العبارات، ودهشنا جدا لأن اكتشفنا أن هذه العبارات عبارة عن معادلات رياضية صحيحة 100%. وفضلت هذه الروح تزوره وتملي عليه هذه العبارات ثم توقفت فجأة. إذا يمكن الاعتقاد في حالات الخوارق اللي بتحدث لبعض الناس؟ حتى اللي أنكروها لم يستطيعوا البرهان بالدليل على أنها كاذبة رغم كل الوسائل العلمية المتاحة. دكتور، هل يمكن في فترة النوم أن تتم عمليات خارقة عن الإدراك الحسي؟ نعم، ممكن لروح إنسان آخر التسلل إلى عقل النائم وإبلاغه بأي شيء. ده لكل الناس؟ لا، للبعض النادر من الناس. دكتور حبيب شاكر، هل تعتقد أن تحديد تهاني لشخصية القتيل وكذلك تحديدها للمكان الذي وجدت فيه الجثة وطريقة القتل على وجه الدقة، هل يمكن أن نقول أن روح القتيل هي التي اتصلت بالمتهمة وأرسلت إليها رسالة عن طريق الحلم تبلغها فيه بكل هذه المعلومات الدقيقة، وأن هذا الادعاء يسمح به المنطق العلمي السليم؟ أولا كلمة ادعاء في حاجة إلى تعقيب. من فضلك يا دكتور، نعم أم لا؟ أنا عندي تحفظ بخصوص. بدون تحفظات، نعم أم لا؟ بصفة إجمالية نعم. اتفضل يا دكتور. الدفاع. سيدي القاضي، لا شك أن هذه المناظرة العلمية قد أدت غرضها الأساسي، وهو أن ما نراه اليوم مثيرا للدهشة مرفوضا سوف يصير في المستقبل شائعا ومقبولا. وأنا بالطبع ولا موكلتي سوف ننتظر المستقبل حتى نرى هل سينتصر علم نفس الخوارق أم لا، وإن كنت واثقا سيدي القاضي من أن هذا سيحدث. ولهذا سأكون مضطرا لأن أنحي تلك المناظرة العلمية جانبا دون الأخذ بأحد طرفيها، لأني في الحقيقة لست مضطرا للأخذ بها طالما أن المنطق ينير طريقي. وتعلمون عدالتكم أن المنطق والعدل توأمان، فيكون الحدث عادلا إذا كان منطقيا، ويكون منطقيا إذا كان عادلا. وأنا سأطرح في قضيتنا 3 أسئلة دون أن أطرح معها أي إجابات، لعلمي اليقين أن لكل سؤال منها إجابة واحدة محددة لا تحتمل الشك ولا حتى التردد. أولا، أن لكل جريمة قتل قاتلا، ولكل قاتل دافع. فما هو الذي دفع موكلتي تهاني كامل أن تقتل طبيبها عدلي فؤاد بعد أن انقطعت 4 سنوات عن رؤيته للعلاج؟ سيدي القاضي، إن كل ما أثير من تحقيقات كان عن إمكانية القتل وليس أبداً عن دافع القتل نفسه. ثانياً، كيف يمكن لفتاة كتهاني بحجمها العضلي الضئيل أن تقتل رجلاً في مكان ما وتحمله بوسيلة انتقال ما إلى وسط النيل، ثم تثبت في جسده حجراً يساوي نصف وزنها ثقلاً، ثم تلقي بهما معاً إلى قاع النيل؟ قد يقول قائل بالاشتراك مع آخرين. وهنا سيد القاضي يأتي دور السؤال الثالث: كيف يمكن لفتاة كتهاني تعاني من متاعب نفسية مؤكدة أن تقود آخرين وأن تقنعهم بالاشتراك معها في ارتكاب جريمة قتل وأن تستخدمهم أيضا كأداة في تنفيذها؟ سيد القاضي، قد لا يكون العلم قد أقر حتى الآن علم نفس الخوارق، وإن كان هناك من يطلب دليلا على صحته فستكون تلك الفتاة وقصتها الصادقة أقوى دليل على ذلك. وسوف يثبت في تاريخ الطب النفسي في مصر قصة فتاة استغاثت بها روح طبيبها فأغاثت. ومن المؤكد بعد هذا أني لست بحاجة إلى أن أطلب من عدالتكم الأمر بأنه لا وجه إطلاقا لإقامة الدعوة، ولكن دوري كمحام يتطلب مني أن أنهي دفاعي بهذا الطلب. شكرا. الحكم آخر الجلسة. مراته معتقدة ان تهاني السبب في اللي حصل لجوزها. ده واضح طبعا من شهادتها قدام وكيل النيابة. كان واجب تعزيها.
بس لما نشوف الجلسه هتنتهي على ايه. من حيث أنه قد استبان لنا من التحقيقات والأوراق والتقرير الفني المرفق وبعد تبصر وبصيرة تحقق لنا براءة تهاني عبد المنعم كامل لثبوت انقطاع علاقة السببية بين التهمة والنتيجة المتحصلة. لذلك نأمر بألا وجه لإقامة الدعوة ضد تهاني عبد المنعم كامل والإفراج عنها فورا. رفعت الجلسة. مدام سوسن، أرجو إن اللي سمعتيه في الجلسة يؤكد لك إن مفيش أي صلة ما بين تهاني وما بين اللي حصل للدكتور عدلي، خصوصا الدكتور عدلي الله يرحمه كان ليه منزلة خاصة عند تهاني. مش باين. ده انت حتى ما قلتليش البقية في حياتك. يا فندم العزا واجب ما يفوتش عننا أبدا. لو سمحت لنا نزورك علشان نعزيكي ونوضح لك الأمور. تشرفوا في أي وقت. مع ألف سلامة. الله يسلمك. ألف شكر يا دكتور حبيبي. مبروك يا أستاذ صفوت. أنا مدين ليك بالحكم ده يا دكتور. شكر قوي. أما أنت بالنسبة لك فالقضية لسه ما انتهتش. اكتشاف الجثة مش أكتر من بداية. دي السطور الأولى من الرسالة اللي وصلها لك الدكتور عدلي. ازيك يا دادا حسنية؟ البقية في حالك. أرجوكي وطي صوتك. هي لسه ما عرفتش. مين يقدر يقول لها يا دكتورة؟ طيب المدام موجودة؟ أيوة فوق. اتفضلي اتفضلي. يلا يا تهاني يلا. الباقي في حياتك يا فندم. حياتك الباقية. البقية في حياتك. حياتك الباقية. تهاني. الباقية في حياتك. حياتك الباقية. اتفضلوا. اتفضلوا. أنا آسفة قوي، كان المفروض نجيلك قبل كده، بس أنت عارفة الظروف. أنا كل اللي يهمني إن حضرتك تكوني اقتنعتي برأي المحكمة. الموضوع من أوله غريب جدا. اللي يطمنا إن كان ده رأي الدكتور عدلي نفسه. وتشخيصه للحالة مكتوب في ملف العلاج بتاعها وبالتفصيل. طب بعد إذنك يا مدام، حضرتك زي ما أنت شايفة تهاني مرهقة شوية. فعلا. تهاني يلا بينا بعد إذنك. مع السلامة. مع السلامة. انتي اسمك ايه يا حبيبتي؟ هبة يا فندم. ازيك يا هبة؟ الحمد لله. يلا بينا يا تهاني. دي مراته التانية، كانت ممرضة عنده في العيادة، وفوجئنا بجوازه منها بعد وفاة مراته الأولانية، رغم إن الناس كلها كانت معترضة عليها. طبعا لأنها صغيرة عنا قوي، في فرق كبير قوي في السن وفي البيئة كمان. كان لسه خارج من أزمة موت مراته بعد فترة مرض سنين طويلة قوي، وبعدها وقعت بنته كمان عيانة، وزي ما قال ساعتها إنه متجوزها لأنه محتاج لممرضة لبنته، مش أكتر من كده. يا رب يعدي يا رب. لا ان شاء الله يخلص كله بسلامته وخير.
امام ولا امام. ايوه يا اسطى. ايوه. لا مؤاخذه يا متر، اصل صوتك الخالق الناطق الواد سمير بتاع الكاوتش، وانا ودني لا مؤاخذه حساسه شويتين. يا سلام. ايوه يا فندم. طب اجري اعملي قهوه مظبوط في كوبايه. حاضر يا متر حاضر. اظن دلوقتي رقت بعد قضيه الجو والمزاج بقى عال. خش في الموضوع على طول وبلاش زكاوه، مش لايقه عليك. واد جرسون ضرب زبون بكعب ازازه عمل له تربله. دي فيها 6 سنين على الاقل. امال انا جاي لك ليه؟ هتقبض منه كام؟ قول الحقيقه يا عادل، لو قلت الحقيقه مش هاخد منك التلت زي كل مره. 600 جنيه. ها هتاخد مني كام بقى؟ النص. ليه بقى؟ ما انا قلت الحقيقه اهو. عبيط. الو. اهلا يا هنو. انسى؟ حد ينسى هنو برضو؟ لا سمك ايه؟ انت تفضلي نفسك بكره خالص. هفسحك فسحه جميل، حاجه زي ولاد الزوات كده. تاني المرة دي اللي حصل ملوش صلة بالاتصال. المسألة باختصار انك عايشة بعقلك كله في قضية الرسالة اللي جات لك في الحلم من الدكتور عدلي. بس انا شفت الدكتور عدلي فعلا في الصورة. افكارك عن الدكتور عدلي هي اللي كان في الصورة. كلامي ده مش معناه انك انت مريضة. اللي شفتيه في الصورة ده هو ضميرك بيفكر بشكل حاد جدا في موضوع انت نفسك مش عاوزة تصرفي نظر عنه. تهاني هي اللي بتدفع الثمن. اللي عند تهاني عبارة عن رموز، مش ناقصها غير الشفرة اللي تحلها. ضروري يا مدام سوسن نفتح الخزنة، لابد من إجراءات يجب اتخاذها. حضرتك عارف ان مفتاح الخزنة ضمن متعلقات المرحوم المتحرزة في النيابة ولسه تحت ذمة القضية. في نسخة تانية من المفتاح؟ لا مفيش. فيش؟ وبعدين انا مش مستعجلة، خصوصا المسائل واضحة ومستقرة. هطلب من النيابة تفرج عن متعلقات المرحوم وبعدها نفتح الخزنة ونفحص الأوراق. ده إذا كان ضروري طبعا. ضروري جدا يا مدام، لأن وصايتك على البنت لازم تشهر عشان المعاملات، وإجراءات نقل ملكية بيت الدقي لازم تنتهي. أنت عارفة إن المرحوم ما سجلهاش قبل الوفاة. وأرض إمبابة. وأرض إمبابة طبعا. طيب أنت ممكن تاخد الإجراءات دي دلوقتي ونأجل حكاية الوصية دي لحد ما يرجع خال البنت من فرنسا. أخشى يكون حصل تغيير. في إيه؟ كان المرحوم لما ناوي يعدل الوصية، ساعتها كنت أنا في المستشفى وأجلنا ده لبعد خروجي. لو عدل الوصية كان قال لي، ما أنت عارف سر كله كان معايا. الإجراءات القانونية يا مدام زي سلم العمارة تمام، ما تقدريش تطلعي الدور الثاني قبل ما تمر على الأول. بس أنت المحامي بتاعه من سنين طويلة. أيوه. ولو كان في أي تغيير أكيد كان قالك. من حيث الأوراق اللي عندي مفيش تغيير، إنما الاحتياط يستوجب فحص الأوراق كلها منعا للشبهات. طب نستنى لما يرجع خال البنت من فرنسا. ما أنا أقدر أستعجله. أنا بعتله تلغراف. على كل حال أنا منتظر منك مكالمة عشان ننهي كل الأمور. إن شاء الله. متشكر. مع السلامة. الله يسلمك. مع ألف سلامة. مع السلامة. أهلا وسهلا.
الخير يا جدع حسنية. مساء النور يا بنتي. حضرتك عايزه الهانم؟ لا لا لا، انا عاوزاكي انت. الحقيقه انا محتاجه اتكلم معاكي بس من غير ما يكون حد معاكي. مفيش حد خالص هنا. اتفضلي اتفضلي، اهلا وسهلا. ما تقلقيش يا ماما، تلاقيها بس راحت هنا ولا هنا. يا ابني دي عمرها ما اتحركت من غيرك. انا هروح اشوفها. هي دي اوضه المكتب. مفتاح ايه؟ مفتاح صغير اكيد يهم الدكتور عدلي لانه وراهولي مرتين. انا ما اعرفش حاجه عن مفاتيح الدكتور. مش هفوت لك دخول بيتي من غير استئذان. وانتي حسابك معايا هيكون كبير. اتفضلي. تهاني يا تهاني، انت بتطوعي الاذية نفسك بدون اي مبرر. انا لقيت المفتاح يا صفا بالظبط زي الدكتور عدلي ما وراهوني في الجوانتي الازرق، بس للاسف ما لحقتش اعرف مفتاحها ايه. سوسن فاجئتني وخدت المفتاح. تهاني، دخولك البيت بالشكل ده هيأكد حواليكي اتهام احنا قدرنا نفلت منه بالعافية. يلا يلا يلا. الدكتور عزت نجيب بأن يكون وصيا على جميع ممتلكاتي وأموالي. هو كسبنتي الوحيدة والوريثة الشرعية لكل ما أمتلك. عقد
بيع ابتدائي. الطرف الأول السيد الدكتور عدلي فؤاد. الطرف الثاني سوسن إبراهيم السايس. مع الطرف الأول إلى الطرف الثاني الذي قبل مشتر الأرض مساحتها 4000 متر. مش لقيتي المفتاح وفتحت الخزنة وجبتي ورقك، عاوزة ايه تاني؟ انت بتفتش الفيلا يا ابو العلا وهتلاقي فيها ايه يعني؟ واضمن من ايه؟ انت نسيت اللي عمله معايا عدلي؟ ما انا كنت مطمنه له وكان هيبيعني ويطلقني في لحظه. عايزه اطمن تاني لحد ما الاقي نفسي مشرفه في البدله الحمراء معاك. بدله الحمراء؟ اهو ربنا ستر. انا مش هخلي المحامي يفتح الخزنه مهما يحصل لحد ما اخلص من البيت دي. نهار اسود! ايه؟ تبقى نصيبه لو حلمت لي حلم وهديت لي كل اللي انا عملته. اسمع، الباسبور اهو، ها؟ خليه معاك. طيب. ايه؟ الملف بتاعها فين؟ فين؟ مش عارف. هو فين؟ خليه. الملف. الملف بتاعها معايا، هرجعه لك بسرعه. ما تهدي اللعب بقى يا سوسن. أنا عايشة عشان اللعبة دي يا أبو العلا. مش هرجع لأيام الفقر تاني مهما يحصل، حتى لو كان التمن هو حياتي. أنت كده في الأمان. نصبر وبعد كام شهر نتجوز ونخلص. طبعا ما أنت خلصت من عدلي وريحت دماغك، لكن هتفكر معايا في أي حاجة مخك هيقفل وهترجع تاني للزنانة من أول وجديد زي ما كنت بتزن أيام الحرب. أنا عاوزك وأنت لسه بزنوبة، وعاوزك بعد ما اتجوزتي حرامي الحلة بتاع المستشفى إياها، وحتى بعد ما اتجوزت الدكتور عدلي. ولا نسيت يا بنت إبراهيم السايس؟ لا ما نسيتش يا أبو العلا. أنسى إزاي؟ أنت فعلا حبيتني أوي، استنيتني كتير، بس ما تنساش أنت اللي هتكسب الجريمة، أنت اللي هتقش في الآخر يا أبو العلا.
الو، مين؟ ايوه يا حسنية، مش سامعاكي كويس. انا عاوزاكي تجيني دلوقتي حالا حالا. هي عندك؟ طيب بسرعة يا ست تهاني، بسرعة. انا جايلك حالا. دادا حسنية، دادا حسنية، دادا حسنية، دادا حسنية. هبة، انت بتعملي ايه عندي؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ امال بتقولي لقيت الباب مفتوح ازاي؟ ده اللي حصل. وانت يا حسنية لتاني مرة انت اللي طلبت الانسة تهاني في التليفون. كنت فين ساعتها؟ انا كنت مع هبه عند الدكتور. كان في حد في الفيلا؟ لا، كانت فاضيه. وانت يا مدام سوسن؟ انا كنت في العياده، كان عندي ميعاد هناك، كنت هقابل الناس عشان هيأجروها. ودي مش اول مره تدخل البنت دي الفيلا من ورايا. صدقني يا صفوت، في حاجة في الفيلا الدكتور عدلي بيحاول يلفت نظرنا ليها. أنا مش في الدكتور عدلي دلوقتي يا تهاني، ولا في الحلم اللي هيودينا في داهية. أنا في المصيادة اللي عمالة تتقفل علينا من كل ناحية. أنا آسف يا تهاني،
الموقف الصعب اللي احنا فيه بيخليني اخرج عن شعوري. أنا اللي آسفة، وأنت ذنبك إيه ده كله؟ من يوم ما عرفتني وأنت شايل همي. لما حبيتك كنت في الجامعة، حبيتك كتلميذة، ولما اتخرجنا وخطبتك حبيتك كأي بنت جميلة هتبقى شريكة حياتي. ولما والدك توفى حبي ليكي بقى شكل تاني. شلت همك لأني حسيت فعلا إني أبوكي. الزيارة انتهت يا أستاذ. دول وده كافيين قوي للإجابة على سؤالك يا أستاذ صفت. دول مش دافع يا سيادة النائب، دول أدلة وجودها يؤكد الاتهام. المحكمة فصلت في الموضوع ده قبل كده. المحكمة فصلت في موضوع الرسائل اللي جات لتهاني من روح الدكتور عدلي، إنما الحالة دي بقى لا حلم ولا رسائل، دي أدلة مادية، حالة تلبس بمعرفة البوليس وشهادة الشهود. وما تنساش باعتراف تهاني نفسها دي كانت تاني زيارة سرية تعملها الفيلا الدكتور عدلي من ورا ظهر سكانها. ما عرفتش المفتاح بتاع إيه، لكن يظهر والله أعلم هي دي الحاجة اللي كانت بتدور عليها، وقلبت الفيلا شبر شبر عشان. وعرفتي إزاي؟ ليلتها حسيت بسوسن وهي بتتسحب حوالي نص الليل كده، ورايحة ناحية أوضة المكتب، وفجأة شفتها بتحرق شوية ورق في أوضتها. هو الدكتور عدلي كان بيشيل معاها أوراق؟ هي كانت تسجرة هوا من ناحية أوضة المكتب وهو عايش. ليه يا ست حسنية؟ دي مراته. كانت. أرجوك يا ست حسنية، إذا كان عندك أي حاجة لازم تقوليها، وتأكدي إن سكوتك مش هيبقى في مصلحة هبة. الدكتور عدلي كان هيطلقها من شهرين. ليه؟ حصل اللي ما كانش يخطر على البال بالمرة. انا اللي استاهل، كان لازم افهم انك زي ما جوزتني سكتي انك برضه هتطلعني سكتي. انت بتقولي ايه؟ ها؟ انت مش عارفه انك مرمخكي اسمي وسمعتي في التراب؟ ليه بس يا حبيبي؟ اوعي ايديكي، المره دي مع تلميذ من تلامذتي، المره الجايه من عارف هيكون مع حيوان من امثالك. خلاص انت اخدت اجراءات الطلاق، وانا هاخد اجراءاتي مع هبه. السر اللي انت مخبيه عنها انا هقوله لها. اسمع يا عدلي، الخساره مش هتبقى عليا انا لوحدي، انا هخسر الفلوس وانت هتخسر بنتك. ايه رايك بقى؟ هقول لها ان امها ماتت مجنونه، وجدتها كمان ماتت مجنونه، وهي هتموت زيهم بالوراثه. للاسف انا اديتك اكتر من اللي تستحقيه، ودي كانت غلطتي انا. لا اوعى تغلط يا عدلي، ومعايا انا بالذات. اوعى تفتكر انك اديتني اكتر ما خدت مني. انا صحيح كنت محتاجه للفلوس، لكن انت كنت محتاج لست وصغيره وحلوه عشان تحسسك انك عايش. انا اديتك اللي انت محتاجه يا عدلي. بذمتك لو لفيت العالم كله كنت هتلاقي ست في شبابي وجمالي ترضى تتجوزك. عشان كده انا لازم اخد حقي يا عدلي، وهاخده ولو العالم كله وقف في طريقي. حسنية، حسنية، كل حاجتي تنزل اوضه المكتب، واوعي الست دي تهوب ناحيه هناك او ناحيه اوضه هبه، ولو حصل كده مش هحصلك طيب. حاضر يا بيه. اوعي كده. وازاي خالها يعرف باللي حصل وما يجيش لغايه دلوقتي؟ سوسن بتقول انها بعتت له. يلا يا هبه، يلا يا حبيبتي. انا طلبت من الدكتوره راقيه تبعت تلغراف لخالي البنت في باريس تقول له على اللي حصل. اكيد راجل زي ده بصفته اقرب واخر انسان لهبه كان زمانه جه لو حد بلغه. ده ما كانش مفتاح واحد يا صفت، دول كانوا 2. واحد في سلسله كان الدكتور عدلي بيشده من رقبته ويديهولي، والتاني ظهر في ايده اللي فيها الجوانتي الازرق ووقع منه. المفتاح ابو سلسله؟ تهاني عن اذنك.
متعلقات الدكتور عادل فؤاد لسه تحت ذمه القضيه. ممكن ناخد بيان بيها؟ نظاره طبيه، مبلغ 8 جنيهات، دبلة زواج ذهبيه، سلسله ذهبيه فيها مفتاح واحد. زي ده؟ انت زميل وتعرف ان اسرار العمل امانه في رقبه المحامي. وحضرتك محامي وتعرف ان الشهاده عليها معول كبير. انت بتسالني عن نيه الدكتور عدلي في طلاق مراته، بس المستندات اللي تحت ايدي بتحدد حقوق وبترتب التزامات. يا استاذنا حضرتك عارف ان هبه هي الوريثه الوحيده لاموال والدها، وان سوسن هترث التمن حسب الشرع، وده اعتقد انه سبب كافي لسوسن علشان تقتل جوزها. ولما انت عارف كده بتسالني ليه؟ ما هو يا استاذنا ممكن تكون الفلوس مش كل حاجه، جايز الكراهيه. ما كانش عينها وصيه على بنته بعد وفاتها. اذا سوسن وصيه على هبه وعلى اموالها، مش مجرد وريثه في التمن. بقى دي اصول الزماله برضه انك تجرجرني في الكلام. اسف يا استاذنا، للضروره احكام. الف الف شكر، متشكر قوي. حسب ما هو مدون بمعرفة الدكتور عدلي، ده سيلف ديستراكتيف، يعني عنده الرغبة في تدمير ذاته، مقترنة بحالة اكتئاب تجوالي، يعني المريض بيمشي أثناء النوم وبيرتكب أي فعل. طب وازاي تنعكس الرغبة دي على سلوك تهاني ويتحول هذا السلوك إلى اتجاه لتدمير الطبيب المعالج نفسه؟ هو التفسير الوحيد إن الرغبة دي تحولت عند المريضة إلى التخلص من الطبيب، اللي في الواقع بيكون أثناء العلاج مسيطر على ذات المريض. وبطبيعة الحال بيستخدم المريض حالة المشي أثناء النوم في تحقيق الغرض ده. سيلف ديستراكتيف؟ اكتئاب تجوالي ورغبه في تدمير الذات. مين قال كده؟ ملف العلاج بتاع تهاني. لا انا كتبت فيه حاجه زي كده ولا الدكتور عادلي كمان. يا رأية ده تفسير في منتهى الخطوره. تفسير الاخصائي اللي استعانت به النيابه بيقول ان رغبه تهاني في تدمير نفسها انعكست على الطبيب المعالج لتدميره هو شخصيا. وما تنسيش ان معاهم الدليل، جواز السفر والمفاتيح. عموما انا عندي الدليل العكسي. اطلع بينا على البيت الاول قبل ما نروح النيابه. الطعن بالتزوير في ملف العلاج ده من حقك يا أستاذ، وده هياخد مجراه. أما الدليل العكسي اللي حضرتك بتتكلمي عليه يا دكتورة فأنا مستعد أشوفه. حضرتك هتسمعه مش هتشوفه. دي مجموعة محاضرات ألقاها الدكتور عدلي على مجموعة من النفسيين عن بعض الحالات اللي كانت بتجيله في العيادة. من أهم الحالات دي شرحه وتشخيصه لحالة تهاني، وبيتكلم في جزء منها عن نوع العلاقة الفعالة بين الطبيب والمريض، ووصفها بأنها على وجه التحديد علاقة مشاركة ورغبة في الشفاء. وأظن ده بيتعارض تماما مع التشخيص الداخلي على الملف بأنها رغبة في تدمير الذات. طيب نسمع. بمعنى أنني كمعالج لها كنت مشاركا ولست مجرد ملاحظ أو موجه، ولهذا فقد عبرت تهاني في هذا النموذج العلاجي عن اقتناعها بأنني أقدم لها نموذجا من نفسي ومن وجودي كشخص، ولهذا استطعت أن أزيل إحساسها بالاضطراب كبداية للتعامل بين المريض وبين المعالج. وهذا أدى في النهاية إلى اقتناعها بأني مشارك معها في العلاج ولست مسيطرا على ذاتها كعنصر خارجي. وبهذا صارت مشوار العلاج معي وهي راغبة بل وعازمة على اجتياز أزمتها بنجاح. أظن ده مخالف تماما لفكرة الرغبة في تدمير الذات. قدمت الطبيبة المعالجة دكتور أنا عاوز أستعين منك الشرايط دي وفورا. على هذا أغفل المحضر في ساعتي ودليل. ستوب. معلش يا جماعه، كويسين جدا بس هناخد المسمع ده كمان مره. اوكي كيمو، على اشاره مني يا جماعه. كيمو اهدى اهدى يا مزاحم. ازيك يا ابو كمال؟ ازيك انت؟ تعال اقعد اقعد اتفضل. ايه ده يا لوزعي؟ عندك
انت لسه فاكرنا في سريه القنباشي فتح الله ولا ايه؟ ولو انت برضو ما زلت بالنسبه لي عسكري مؤهلات صفوت عبد الحميد. اسمع، انا مش هعطلك. انا جاي لك في مهمه صغيره يتوقف عليها مصير انسان. 12 شريط ب 24 ساعه، عايز نعمل لك من دول تمثيليه؟ معقوله يا صفوت؟ تقدها حدود ابو كمال. انت مش فاكر يوم ما فاجئتنا بالوحده بصوت الشهيد مدحت وهو بيهنينا بالمولد النبوي الشريف، مع انه كان استشهد قبلها ب6 شهور؟ دول كانوا 7 كلمات جمعتهم من 4 شرايط مدتهم 2 ساعتين بصوت الشهيد مدحت. انما انت طالب تمثيليه كامله. طب لو قلت لك ان اللي مصيره متوقف على التمثيليه دي هي خطيبتي. انا قلت انها قضيه لزبون سوء هنسلك منه قرشين، بس واضح انك انت هتسلك القرشين لوحدك. هتقبض منه كام بقى؟ ده انا اللي مقبوض عليا يا ابو كمال. ربنا يفك سجنك يا متر. يلا بينا. يلا. جيت في وقتك يا بطل. كنت لسه هطلبك في التليفون. القلوب عند بعضها. شوف بقى، قضية انما ايه؟ لوز. موافق. ايه ده؟ هو الواد جعفر قال لك؟ من غير ما اعرف اي تفاصيل، انا هساعدك في القضية وبدون مقابل. ما تبقاش صفوت عبد الحميد. ما هي يا استاذ المسائل هات وخد برضه. انا قصدك في شوية معلومات عاوزك تجيبهم لي من عند الاستاذ قطب عبد العزيز المحامي. اهو كده بقى تبقى صفوت عبد الحميد. ولا حتى المنطق يسمح لحد انه يفكر بالشكل ده. حضرتك عمال تضغط عليا بطريقه ضيعت من عقلي اي قدره على التفكير الصحيح اللي ممكن يساعد في قضيه زي دي. ويكون في علم حضرتك انا الوحيده اللي املك تفسير كل اللي حصل، واي اجراء حتى ولو كان قانوني ما يتفقش مع روح القضيه دي مش ممكن هيوصلنا لنتيجه. وايه الاجراء اللي اتفق مع روح القضيه؟ ان احنا نحضر روح الدكتور عدلي؟ انا مش دجاله، ولعلمك برضو انا مش مريضه لا نفسيا ولا عقليا. بس التقرير الطبي اللي موجود في ملف العلاج اللي وجدناه في العياده بيقول غير كده. ارجوك، لا الانسانيه ولا القانون يسمحوا لك انك تهز معنوياتها بالشكل ده. برافو عليك يا استاذه، دفاعك كان عظيم. اظن المحاوله اللي كلمتك عنها ضروريه دلوقتي. واضح ان النيابه هتحرك الدعوه. تلغراف من فرنسا. خال هبه للاسف بره فرنسا، ولما يرجع هيتصل بيه. شوف يا سيدي، عنده بيت في الدق 5 ادوار في 20 شقه، دخله الشهري 700 جنيه، وحته ارض في الكتكات 1000 متر بسعر النهارده حوالي 150,000 جنيه. اما اجمالي ثروته فتخش لها في نص مليون. يعني سوسن بموجب الوصيه تقدر تسيطر على نص مليون جنيه. خش. انت كلمت، ايه اللي جابك هنا؟ اصلك لما بتطبي ساكته الفار بيلعب في عبي. انت بغباوتك دي هتهد كل اللي احنا بنيناه. ما الخزنه اتفتحت والمحامي عمل اللازم والست مشرفه في النيابه والتهمه لابساها. عايزه ايه تاني يا سوسن؟ صفوت راح للمحامي بتاعنا وسأله شويه اسئله مش مطمناني. انا بقى ما باكلش من الكلام ده. اتقرصت منك مرتين، بس التالتة مش هتكون تابتة يا سوسن. معقوله يا ابو العلا؟ معقوله ما صدقش سوسن حبيبتك؟ يرضيك بعد كل اللي بنيناه وبقى في ايدينا نخسره يا ابو العلا في ثانيه واحده؟ ها؟ ما ترد يا ابو العلا. الست فوق فوق. خلاص يا ابو العلا، مش هزرجل معايا تاني. استنى استنى. صفوت مش خش جوه، خش جوه. صفوت يخرب بيتك. نعم. عاوز حضرتك في كلمتين. متأسفة جدا، ما عنديش وقت للكلام. حضرتك الوحيدة اللي تعرفي الحقيقة. أنهي حقيقة؟ حكاية المفتاح. ممكن؟ اتفضل.
ايه؟ ما بدخنش. مفتاح الخزنه اللي لقيته تهاني في الفيلا. ولا اللي شافته في الحلم؟ انت بالذات يا مدام لازم تصدقيها، دي حددت مكان الجثه بالظبط. طبعا، لان هي اللي رميته هناك. المحكمه قالت ان ده مش ممكن. لكن قبل البوليس ما يلاقي الدليل. قصدك الباسبور والمفاتيح اللي لقيهم عند تهاني؟ صدقيني يا مدام سوسن، ده دليل ضعيف جدا. انا هطلب رفع البصمات، واكيد هنلاقي بصمات تانية غير بصمات تهاني. على العموم مش ده المهم دلوقتي، المهم الخزنه. خزنه ايه؟ انا افهم حضرتك. المفتاح اللي حضرتك اخدتيه من تهاني ده مفتاح خزنه، ومدام روح الدكتور عدلي بتاكد دايما على المفتاح ده، يعني عاوز يقول لنا ان الخزنه دي فيها حاجه مهمه ولازم ناخد بالنا منها. الخزنه دي مسؤوليه المحامي، هو اللي يفتحها وهو اللي يعرف ايه فيها. مدام سوسن حضرتك عارفه كويس ايه اللي في الخزنه دي، ويهمك تمام زي ما يهم الدكتور عدلي. حضرتك مراته، واكيد حريصه على مصلحته ومصلحه بنته، والدليل على كده ان الدكتور عدلي عينك وصيه على بنته، ده غير انه كتب لك جزء مش بطال من امواله غير نصيبك الشرعي في الميراث. ارجوك يا مدام ساعديني. انا قلت لك الخزنه ما فيهاش حاجه. يا خساره. طيب اهو لسه الامل في الدكتور عدلي ذاته، وطالما وصل رساله في حلم يبقى ممكن يكمل الرساله دي في جلسه من الجلسات اللي بنعملها في مكتبي، ولعل وعسى. جلسات ايه؟ بنحاول نحضر روحه، وفعلا قدرنا نحضرها امبارح، بس قالت كلمتين ما لهمش معنى. هبه الورق اتحرق، ودول ما يدوش اي معنى. على العموم الامل في جلسه بكره. عن اذنك. على فكره تحبي حضرتك تحضري معانا الجلسه؟ اهي تجربه، ده عنوان مكتبي. معقوله يا استاذ صفوت؟ المحكمه يعني هتاخد بالكلام ده؟ انا مش مجرد محامي لتهاني، تهاني دي خطيبتي وبنحضر للجواز، ولا يمكن هسيبها تدفع ثمن جريمه حد غيرها ارتكبها. عن اذنك يا مدام سوسن. خير ولا اي حاجه؟ صباح الخير. شكلك بائس كده ليه؟ شكلك بائس كده ليه يا اخويا؟ بتعمل ايه؟ انت هتنام؟ قوم قوم معايا، قول لي اخبارك ايه؟ عملت ايه؟ اتفضل يا سيدي. اتفضل يا اخويا اهو. اتفضل شريك الخزعبلات اللي انت جايبهولي. هايل. يلا بقى. ايه ده انا زهقت. انا طلعت روحي عشان اقدر ادور على كلمتين خزنه وهبه. بص الشرايط اللي انت جايبها لي قدها ودود ابو كمال. لا كمل جميلك بقى يا حبيبي، قوم معايا يلا البس هدومك. يا عم انا البس هدومي هروح فين بقى يا اخي؟ ده انا بقالي 36 ساعه ما نمتش وما اكلتش. هتنام وهتاكل اللي تطلبه، بس المسرح منصوب والمسرح من غيرك ما ينفعش يا ابو كمال يا هندسه. قوم بقى ما تعطلناش، ما عندناش وقت. استناني بقى لما اروق نفسي بقى واقوم. انا مستنيك. بس بسرعه. طيب
عملت لك شويه ساوند افكت، انما ايه خرافه. انما تفتكر يا صفا اللعبه دي هتخيل عليها؟ الحالة النفسية اللي هي فيها مش هتسمح لها أبدا إلا غير إنها تفكر في اللي قدامها وبس. طب إيدك معايا يا متر. العفو يا استاذ، العفو. حصل عشان السماعات. حاضر كمان من عندك. بس كده كويس. على فكره يا متر النجاح التمثيليه دي متوقف على نجاح الممثلين بتوعك. يا رب. صفوة، سامعني يا صفوة؟ الله ينور. اهو انت كده بقى مسرحك جاهز. الصوت والاضاءة والمؤثرات، مش ناقصة غير النص وشوية الممثلين. طب تعالى بسرعة، أولهم وصل. أهلا صفوة. أهلا يا عبدول. أمال فين جعفر؟ ما انت عارف الاستاذ جعفر الساعي بتاعي صاحب مزاج، حاول على القهوه اللي جنبك دي اضرب له حجرين وجاي. الجماعة وصلوا؟ وصلوا. هي عملت إيه مع حسنية؟ الست مستعدة تعمل أي حاجة عشان خاطر هبة. الدكتورة راقية. الأستاذ عادل محامي، والباشمهندس كمال، وده جعفر صاحب المزاج، ده من مكتب الأستاذ عادل، وده أمام المكتب. أظن دلوقتي يا جماعة إحنا جاهزين جدا، نقدر نعمل بروفة يا أساتذة؟ الأستاذ وجعفر على الخشب. ماشي، تعالى يا جعفر. اتفضلي معايا يا دكتورة. أنت هتقعدي هنا، وده هيبقى مكان سوسن. أنت جبت جهاز التسجيل اللي قلت لك عليه؟ اه بالظبط، هو ده اللي أنا عاوزه. خدي حطيه في شنطتك. عاوزين نسجل كل كلمة هتقولها سوسن. الأهم من ده كله إن سوسن لازم تحط شنطتها على الترابيزة دي. يا ربنا يستر. أما أنت يا أستاذ فعلى معملك العظيم الكائن بالبوفيه. ما هو واحده من الاثنين، يا اما انت محامي عظيم يا اما ولا بلاش. وصلت. يلا كل واحد ياخد مكانه. اقعد. اجهزوا يا جماعه، كل واحد ياخد باله. روح انت. كمل يا عدل. ايوه برافو. مفتاح ايه؟ الخزنة. كويس قوي. فيها ايه الخزنه؟ فيها ايه الخزنه يا عدل؟ كمل ارجوك. بعدين كمل يا عدل. مفتاح خزنه بسلسله. فيها ايه الخزنه دي؟ ها؟ كمل يا عدل. أوراق. ايوه اوراق ايه؟ تهاني. لا يا عدلي، احنا عايزين المعلومات منك انت. تهاني عندها الرسالة. مش واضحة. فيه سلسلة بمفتاح خزنة، لكن مش مفهوم ايه المقصود بكده. ها عايز تقول ايه يا عدلي؟ أوراق هبة. ميراث. وصية. فيها ايه الوصية؟ هبة في النار. ليه؟ الوصية. فيها ايه الوصية؟ ها؟ فيها ايه الوصية يا عدلي؟ فيها ايه؟ اتحرق الورق. ايه اللي اتحرق؟ خايف. قول لنا مين اللي حرقه؟
مين يا عدل اللي حرق الورق؟ مين؟ مين؟ اللي قتلني. مين هو؟ مين هو يا عدل؟ برضه مش واضح. ايه؟ قلت مين؟ مين يا عدل؟ برضه مش واضح. سارة راحت. الله، تاني يا استاذ، ده احنا خلاص على وشك. مش ممكن، مستحيل. الوسيط لا يمكن يستحمل اكتر من كده. اتفضلي سيادتك استريحي، الاستاذ لا مؤاخذة في الحمام. كله تمام؟ ربنا يستر في الباقي. مع السلامة يا استهاني. ألف سلامة يا استهاني. ايه ده؟ عدم المؤاخذة يا استهاني، ثانية واحدة ركبها لك. يا خبر! الله، ودي كمان؟ ولا يهمك يا استهاني، ولاد الحارة ولاد شياطين ولاد أبلسة. هذا سميرة، سميرة بتاع الكواتش. بسرعة يا ابني الله يخليك، لا تطب علينا زي المرة اللي فاتت. اطمني. ايه ده؟ احنا ما اتفقناش انك تاخد حاجة يا استاذ، حامل معروف، ما تودينيش في داهية. ده حسنية، الورقة دي لو فضلت في الخزنة قولي على هبة وثروة أبوها يا رحمن يا رحيم. الورقة دي مع الوصية اللي مع قطب المحامي ممكن يضيعوا حقوق هبة، ومين عارف ممكن يضيعوا هبة نفسها. الأوراق دي لازم تفضل معايا بعيد عن إيد سوسن لغاية ما نكتشف حكاية الدكتور عدلي. لازم يا تاتا حسنية. طيب يا ابني، طيب.
الو، اهلا يا دكتوره. المهم قال لك ايه؟ اكتر معلومه في الموضوع ان الدكتور عادل غير وصيته وعين خال هبه وصي عليها بدل سوسن، وبعد كده يسفر هبه لخالها في باريس ويخلص من سوسن نهائي بالطلاق. لا كده الامور وضحت خالص. اسمعي، انا هنزل حالا دلوقتي اروح النيابه، بس انت لازم تكوني معايا لانك انت اللي استقبلت رساله من خال البنت، وهو ان شاء الله لما يرجع هيأكد كل الكلام اللي هتقوليه. استنيني قدام بيتكم، هوصلك بعد ربع ساعه بالظبط. مع السلامه. دي هدوم تهاني. تهاني مش في المستشفى يا حلو، وفي ميعاد بيني وبين واحد، لو ما رجعتش وانت معايا هيقتلها. انا مستنيه مكالمه تليفون دلوقتي، هعرف منها فين تهاني وبعدين ننزل. الاوراق معاك؟ معايا طبعا. لعبتك ذكية أوي يا سوسن. زي لعبة الأرواح. لا 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 لا، دي فائت كل الألعاب. خرجت تهاني من المستشفى ولبست هدومها، والناس شافوكي طبعا وانت داخلة عندي هنا، وهيشوفوكي بعد شوية ماسكة في دراعي وخارجة كأنك تهاني بالظبط. يعني لو اتخلصت مني دلوقتي هتبقى تهاني هي اللي عملتها، والسبب معروف. كلمتين انت حطيتيهم في التقرير الطبي بتاعها: رغبة في تدمير الذات واكتئاب تجوالي. ممكن اعرف فين تهاني دلوقتي؟ الو. ايوه. لا اتكلم. خليك بعيد شويه، نص ساعه مش اكتر. لو ما وصلتش عندك ارمي تهاني في النيل، وخلي بالك اي اشاره مني بنور العربيه برضو ارمي تهاني في النيل.
قولي، هي لسه نايمة؟ نوم العوافي. هنوصلك قبل ما تعملك مشاكل، بس انت كمان خليك حنين عليها، اوعى تتهور. هات المفتاح. تعال ورايا. استنى، ما تقفلش الباب. تعال ورايا. استنى، اقلع فردة الجزمة. اقلع، مفيش وقت. تعال ورايا. على فكرة بلاغك غريب جدا يا دكتورة. يا فندم كان اتفقنا انه لازم يمر عليا خلال ربع ساعه، لانه توصل لمعلومات مهمه في قضيه الدكتور عدلي. طب وايه اللي منع؟ اكيد حاجه خطيره جدا، لان المعلومات اللي معاه لازم تخليه يجيلك على طول، لانه توصل للمتهم الحقيقي في قضيه الدكتور عدلي والشاهد والدليل. ايه مفاجأة يعني؟ نعم. امتى؟ فتش في المستشفى؟ اسمع، يفتش سكن صفوت عبد الحميد المحامي، لانه كان المفروض ان هو يعدي عليا دلوقتي وما اعرفش ايه اللي ما جابوش، وهروب تهاني في الوقت ده بالذات اعتقد ان هو له صله اكيده قوي بالموضوع. انزل بسرعة. أي محاولة منك لاستخدام القوة هعمل إشارة بالنور، وأبو العيلة هيرمي تهاني في المية. اسمع اللي بقولك عليه وتنفذه بالحرف الواحد. هتلاقي مركب، خدها وانزل من تحت الكوبري، واطلع اقف فوق المشاية وخليك باصص ناحيتي. حسك عينك تروح كده ولا كده. ليه؟ من غير ليه. هتنزل ولا اديله إشارة؟ شكرا يا سوسن، مهمتك كده انتهت. انا خلاص عرفت مكان تهاني. تعالى هنا. اقعدي مكانك، ما تعمليش اي حركه. بقول لك اقعدي، فاهمه؟ أبو العلا، أبو العلا، اطلع بسرعة يا أخي.
الواد المحامي سهاني وهرب مني. عاوزاك تشوفه راح فين داهيه وتخلص عليه. فين البت مقصوفة الرقبة؟ ده انا مخبيها تحت. خلص عليها هي كمان. مش عاوزه اشوف لهم اثر الليله دي. مش هتحتاج العربية، في عربية تانية هتوصلك.